السلام عليكم. معكم محمد عماد من سلسلة نصائح مهمة للتمريض ونصائح مهمة للشغل. حضرتك لو اديت عيان حقنة مضاد حيوي وبدأ المريض يحس بهرش وبدأ يحصل له ارتكاريا، وبعدين لقيته بيقولك الحقني أنا مش قادر أتنفس، ولقيت الضغط بتاعه منخفض وضربات قلب زيادة وحصل ويزي شيست، بسرعة نحضر نص أمبول أدرينالين ونديه في عضلة الفخذ من الخارج، والعملية دي بتتكرر من 5 ل 15 دقيقة حتى التحسن. وحضرتك لو مش في مستشفى بتبتدي تتحرك لمستشفى فورا. في المستشفى بنشتغل معاه زيه زي أي عيان طوارئ الاي بي سي واي في لاين، وبندي أكسجين وبنركب كانولا طبعا عشان ادينا في الأول المحاليل الوردية في الاي في لاين، وبنقيس السكر، وبندي نص أمبول أدرينالين عضل، وبنعمل جلسات نيبولايزر، وبندي حاجة أنتي هيستامين، وبندي محاليل وردية. ناخد بالنا كلنا إن احنا هنا ما بنتكلمش عن الالرجيك سكين رياكشن، ما بنتكلمش عن الحساسية بتاعة الجلد اللي ممكن تحصل من أي حقنة مضاد حيوي ومن أي علاج اللي هو بيحصل شوية طفح جلدي وشوية هرش. لا، احنا هنا بنتكلم عن الانافيلاكتيك شوك، الصدمة التحسسية الشديدة. سمعنا كتير كلنا قبل كده ان في عيان خد حقنة مضاد حيوي ومات، سمعنا قبل كده كتير ان في واحد خد بنج ومات حتى لو بنج اسنان، سمعنا كتير عن الحاجات دي. فايه هي الصدمة التحسسية الشديدة؟ الصدمة التحسسية الشديدة ممكن تحصل من الأدوية، من مضاد حيوي، من نقل الدم، من نقل الحديد، وكمان ممكن تحصل من الصبغات بتاعة الأشعة، وممكن تحصل من بعض الأطعمة عند بعض الناس، وممكن تحصل من بعض لدغات الحشرات عند بعض الناس زي لدغة العقارب ولدغة التعبان وغيرها وغيرها وغيرها. طيب ناخد بالنا برضو، بنأكد تاني ان احنا هنا ما بنتكلمش عن الالرجيك سكين رياكشن اللي هي ممكن تروح بأي علاج انتي هيستامين اللي هو بأفيل مثلا بتروح منه. لا، احنا هنا بنتكلم على الانافيلاكتيك شوك. الانافيلاكتيك شوك ايه هي الاعراض بتاعتها؟ ممكن اعراض تصيب الجلد، منها هرش ومنها احمرار وارتكاريا، وممكن تصيب الجهاز التنفسي، ممكن يحصل تورم في الجهاز التنفسي من الداخل ومن الخارج، وممكن يحصل اختناق، ممكن يحصل نهجان، ممكن يحصل حدوث افرازات كتيرة، ممكن يحصل عطس، وممكن يحصل كحة. كل اي اعراض بتصيب الجهاز التنفسي ديت من اعراضها. طبعا القلب والاوعية الدموية ممكن زي ما قلنا بيحصل انخفاض في الضغط وزيادة في ضربات القلب، وبيحصل ألم في الوعي، وبيحصل فقدان وعي. طيب ضربات القلب السريعة هنا ممكن نفرق ما بين في ضربات القلب السريعة ممكن نفرق ما بين الانافلاكتيك شوك وما بين الفازو فيجال اتاك. في الفازو فيجال اتاك بيحصل انخفاض في ضربات القلب، ما بتبقاش ضربات قلب سريعة، لا بتبقى ضربات قلب بطيئة. وعلاج الفازو فيجال اتاك ان احنا بننام المريض على ظهره وبنرفع له رجليه وبيتحسن بعدها على طول، انما في الانافلاكتيك شوك بتحصل ضربات قلب زيادة. ممكن حاجات برضو الأعراض بتاعتها بتصيب المخ والأعصاب، بيحصل تشوش في الرؤية، بيحصل دوخة، بيحصل توتر، بيحصل ديكريز في الكونشس ليفل، بيحصل برضو أعراض في الجهاز الهضمي، بيحصل قيء وغثيان، وممكن يحصل إسهال. بتلاقي العيان بيقول لك كلمة واحدة كده: أنا حاسس إني بموت، feeling of impending doom. طيب الأعراض بتبتدي تبان من إمتى؟ الأعراض بتبتدي من 5 ل 30 دقيقة بعد إعطاء المسبب أو بعد أخذ المسبب، يعني من بعد إعطاء حقنة مضاد حيوي، من بعد لدغة الحشرة، من بعد الأطعمة زي ما قلنا، من 5 ل 15 دقيقة، وفي أعراض بتبتدي على طول. طيب بنشخص إزاي الأنافلاكتيك شوك؟ من إن إحنا بناخد التاريخ المرضي بتاع الحالة، ما بنحتاجش أي فحوصات. ازاي؟ يعني مثلا بقول للمريض ايه اللي حصل، ايه اللي ده حصل بعد ايه، او حصل ازاي. هيقول لي ده انا خدت حقنه مضاد حيوي فابتدى يحصل كذا، لا ده انا اكلت مش عارف اايه فابتدى يحصل كذا، لا ده انا في نحل مثلا قرصني فابتدى يحصل ايه الاعراض ديت. فبنكتفي بالفحص الاكلينيكي، مفيش اي فحوصات تانية بتطلب
الا في حاجات بسيطه جدا. طيب العلاج بتاع الانافلاكتيك شوك بيبقى زي في الطوارئ زيه زي اي مريض. الاي بي سي. الاير واي، لازم نبص على الاير واي عشان لو في مشكله نركب على طول انبوبه حنجريه، عشان ممكن يحصل تورم ويبقى من الصعب جدا ان احنا نركب انبوبه حنجريه بعد كده. البريسنج، لو مفيش بريسنج ومفيش نبض بنشتغل سي بي ار على طول، وبنتاكد من السيركيوليشن بتاعته، وبنركب اي في لاين. يستحسن ان احنا نركب كانولا او 2 كمان، عشان بعد كده ممكن يحصل كولابس ويحصل تورم ما نعرفش نركب كانولا بعد كده. بندي اكسجين. الحاجات دي كلها، الخطوات اللي احنا قلناها دي كلها ما بتاخدش اي وقت، في ثواني معدوده. العلاج الاساسي هنا في الانافلاكتيك شوك الادرينالين او الابنفرين، ان احنا بندي نص امبول عضل في العضله بتاعه الفخذ من الخارج، وبتتكرر كل 5 دقائق ل 15 دقيقه حتى تحسن الحاله ما اتحسنتش ادينا مره واتنين والحاله ما اتحسنتش، بيخش رعايه مركزه عشان بياخد ادويه بالوريد. بعد كده الخطوه اللي جايه بعد كده بندي محاليل ورديه. بعد كده بندي حاجه انتي هيستامين، وبندي جلسات نوبولايزر فاركولين، وبندي كورتيزون. الكورتيزون هنا ما بيكونش له دور اساسي غير ان هو بيمنع رد الفعل المتاخر للجسم. وكده ان شاء الله بنبتدي ان احنا بنعالج الصدمه التحسسيه وما بنحتاجش حاجه ان شاء الله، والحاله بتتحسن. ولو ما اتحسنتش زي ما قلنا بنخش رعايه مركزه، وبنبتدي ندي برضو الادرينالين والحاجه بالوريد بنسب معينه وبجرعات معينه. طيب بننصح العيان بايه؟ بننصح العيان ان هو يبتعد عن المسبب. يعني ايه يبتعد عن المسبب؟ يعني لو خد حقنه مضاد حيوي يا باشا اكتب الحقنه ديت في ورقه ويخليها في جيبه على طول وما ياخدهاش طول عمره. كذلك الاطعمه، لو حصل له من الاطعمه ما ياكلهاش برضه طول عمره. لكن لو ديت حاجه مش قادرين نتحكم فيها زي لدغ الحشرات مثلا، بيبقى معاه حاجه تعريفيه ان هو عنده انافلاكتيك شوك او عنده صدمه تحسسيه من لدغه الحشره المعينه ديت، بتبقى في جيبه او بيبقى لابس اسوره، ولازم يبقى معاه حقنه ابنفرين جاهزه ومعده للاعطاء على طول. وشكرا ودمتم سالمين. كان معكم محمد عماد.